برضه في رمضان هفطر لوحدي زي السنه اللي فاتت؟ انا وحشتني اللمه قوي، نفسي اكل مع العيله ولا العزومات اللي بنتجمع عليها مع سفره طويله عريضه فيها كل الاكل. وحشني الخناق مع اخواتي هنحلي بايه بعد الفطار. دلوقتي ببقى صايمه طول النهار ووقت الفطار ما بيبقاليش نفسي. فين ما كنت بفضل انقنق انا واخواتي من الفطار لحد السحور، بقنا ما بيقفلش. انا مش لازم استسلم للاحساس ده، شهر رمضان مش هيعدي كده عليا. تقريبا دي افكار ومشاعر كل بنت مغتربه بتفطر لوحدها في رمضان. بس انا مش جايه اقلب عليكي المواجع، انا جايه اقول لك دليل الفتاه المغتربه في رمضان. دي شويه نصايح كده ممكن تخرجي بيها نفسك من احساس الفتاه اللي بتفطر لوحدها في رمضان. ممكن تكلمي اصحابك المغتربات اللي حالتهم نفس حالتك وتتفقوا كل واحد يعمل صنف معين وتتجمعوا عند حد فيكم وتفطروا سوا، او حتى في مكان عام بره يكون مفتوح. تاني حاجه ممكن تعمليها انك تقلدي مامتك وتنزلي تشتري حاجات رمضان من السوبر ماركت، بس تبقى عينات حاجات صغيره يعني، بس هي اي حاجه تعيشي بيها نفسك الاجواء علشان ما تحسيش بالوقت. يعني هتحضري لنفسك الخشاف، هتعملي عصاير رمضان وتسيبيها في الثلاجه، اي حاجه زي ما مامتك كانت بتعمل. وبرده علشان تفرحي نفسك هتنزلي العتبه او السيده زينب وتجيبي زينه رمضان وهتعلقيها في البيت وتعملي اجواء رمضان وتفرفشي وتفرحي نفسك كده. لو ما عندكيش وقت ممكن تطلبي من امل، وهي بتبقى عامله عروض برده علشان رمضان. ومش المفروض ان انا في رمضان احس ان انا لوحدي، لكن احنا برده علينا دور ان احنا ممكن نحتوي اي مغتربه في رمضان. يعني ممكن لو احنا في عماره وعارفين ان فيها بنت مغتربه وقاعده لوحدها ممكن نعزمها تفطر معانا يوم او يومين في الاسبوع، ونكون شاركناها اي احساس وساعدناها تتخطى اللي هي فيه. ولو انت عارفه ان زميلتك في الشغل برده قاعده لوحدها ممكن تعزميها معاكي في البيت او تفطري علشانها اليوم ده في الشغل. وممكن انت كبنت او ست مسافره بره مصر او حتى جوه مصر وعارفه كام مغتربه تانية حواليكي، بدري انت بالفكر واقنعيهم ان انتوا تتجمعوا وتفطروا سوا في رمضان. بلاش تستسلمي الافكار انك وحيده ورمضان هيعدي عليكي وانت حزينه. طبيعي ان في ايام هتفطري فيها لوحدك، لان اكيد مش كل الناس هتبقى متاحه معاكي طول الوقت وبيبقى عندهم التزامات تانية. انت لازم تكوني مهيئه ومستعده نفسيا لليوم اللي انت هتفطري فيه لوحدك. وما تقوليش انا هاكل اي حاجه والسلام، بالعكس اليوم ده بالذات لازم تطبخي الاكل اللي انت بتحبيه وتحضري سفرتك بشكل لطيف يليق باجواء رمضان ويفرح. ولو في يوم مكسله ومش عاوزه تطبخي دلعي نفسك واطلبي دليفري من مطعم انت بتحبيه، او تطلبي الاكل من ست بتجهز الاكل عندها في البيت، او تبقي مجهزه شويه اكلات كنت محضراها قبل كده علشان توفري وقت ومجهود في اليوم ده. لو عاوزه تعرفي افكار اكتر اتفرجي على فيديو المراه العامله في رمضان، هسيب لكم اللينك في التعليقات. الفيديو ده انا عاملاه كرساله للبنت المغتربه، ما تحرميش نفسك وتحسسي نفسك بالوحده اكتر. الطقوس اللي كنت بتعمليها مع اهلك اعمليها عادي وانت لوحدك، بلاش تضيعي شهر رمضان كانه شهر عادي بيتكرر كتير في السنه. البنات المغتربه تشاركنا في التعليقات وتقول لنا هي بتعمل ايه في رمضان، وانتوا كمان لو عندكم اي افكار تساعدوا بيها البنات المغتربات قولوها لنا في التعليقات.